السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللعيب في كأس أفريقيا. سنة جديدة وعام جديد، وكل سنة وانتم طيبين إن شاء الله كده، كل واحد يحقق أحلامه وتبقى سنة سعيدة على الجميع بإذن الله، وعلى منتخبنا يا رب. ندعي لمنتخبنا الوطني ربنا يكرمه، ربنا يكرمك يا كابتن حسام ويوفقك ويكرمك وتفوز وتسعد المصريين. يعني خلينا نقول كده، خلينا نقول يا رب. كل الناس بتقول يا رب ان شاء الله. كل واحد يحقق امنياته واحلامه في هذه السنه، وتكون سنه سعيده على الجميع باذن الله. طيب في البدايه برحب بنجوم مصر اللي مشرفينا ومنورينا. ايدر الكره المصريه، اهلا بيك يا ايدر. ازيك يا مهيب؟ شفت انت جاي في بدايه السنه ولابس سنه وانت ابيض، طيب وربنا يسترها علينا يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل العالم كله طيبين، وسنه سعيده علينا جميعا، وكل سنه وام بي سي طيبه واللعيب طيب، وكل حاجه يعني طيبه ان شاء الله باذن الله. ويا رب زي ما انت قلت يا مهيب كل الناس تحقق امانيها في عام 26 ان شاء الله. ونبقى ايدر كده لو في بدايه السنه ادعي للزمالك، تقول له ايه؟ ادعي دعوه للزمالك كده. ربنا يبعد عنه كل شر. ايه؟ ربنا يبعد عنه كل شر. يعني نادي الزمالك انا قلبي موجوع. موجوع قوي، فما تفتحنيش عشان هعيط في اول بدايه السنه. عيطت معاك قبل كده، فيعني قلبي موجوع وزعلان. لا، حاجات كتيره يا مهيب، لان مش ده نادي الزمالك اللي احنا عايزينه. نادي الزمالك اكبر من كده بكتير، واكبر من اي حد. اتمنى المسؤولين في نادي الزمالك يوفقهم ربنا في السنه الجديده، ويلاقوا حلول. انهي مسؤولين؟ جون ادوارد المسؤولين والمجلس الاداره. طبعا دول مسؤولين في الكوره يعني. ايوه. فاتمنى ان هم يعني ربنا يوفقهم في اختيار الاصلح، في ان هم يطلعوا من النفق المظلم اللي احنا محطوطين فيه كتير على نادي الزمالك جدا جدا. حاجه عمرنا يعني ما شفنا سنه زي دي. سنه كبيسه، يا رب لا يعودها تاني، فما يعودها تاني. فاتمنى ان الناس المسؤوله تلاقي حلول يا مهيب، لان جمهور نادي الزمالك، انا جاي من دوله عربيه، الزمالكاويه اللي هناك كلهم بيقابلوني متضايقين وزعلانين. طيب دعوتك ايه بقى لنادي الزمالك؟ ربنا يبعد عنهم كل شر. تمام يا حاوي. حبيبي يا كابتن. ازيك يا حاوي؟ ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ كل سنه اخبارك ايه؟ زي الفل، منور الدنيا. بنورك يا كابتن. تقول ايه على الاهلي بقى في بدايه السنه؟ اهو اشمعنى الاهلي كده؟ هو قال على الزمالك تقول على الاهلي؟ يا محمود هو انت ما انت اهلاوي. خلي بالك، هو الاسئله اساسا غير بريئه في بدايه السنه. ده لسه هسالك غير بريئه. عندي سؤال ليك بريء، بس هرحب بمحمود. خالد دسم. خالد دسم. ايوه خالد دسم. السؤال عندك خالد دسم. هو خالد دسم. نادي الاهلي نادي كبير طبعا، زي البسبوسه. نادي كبير يعني، مش واقف على كلام. طب ايه رايك ان حامد حمدان ما راحش الاهلي؟ لا، هو لعيب كبير، هيفرق معاه فرقه هيروحها. بس في الاخر برضه هو لعيب واحد، يعني مش هيأثر على منظومه النادي. لا طبعا، لا. وبعدين النادي الاهلي عنده فرقه، ده عنده سكواد ابن لذيذ. النادي الاهلي عنده 3 فرق. سيبك من اللي حصل في كاس مصر، ده وارد، بتحصل في الكوره يعني. ما تقعدش تقول لي بقى 3 فرق بقى. ما هو كابتن النادي الاهلي سكواد رهيب، وعنده سكواد أيوة، مش موجود. بس اللي حصل برضه عادي بتحصل في الكوره عادي جدا يا كابتن، بتحصل. الاول انا سعيد ان انا مع الكابتن يحيى، لان ده كابتن ده من انظف الشخصيات في المجال بتاعنا والله، وليه فضل كبير عليا والله في الكوره يعني. فضل الله يا ابني، من الناس اللي انا اتمرنت تحت ايديها واستفدت منه كتير جدا، وفرق معايا كتير والله. طيب اسال ايدر سؤال خالد دسم. اتفضل يا فندم. هل يصلح طارق مصطفى مديرا فنيا لنادي الزمالك في هذا التوقيت؟ بص، في هذا التوقيت لا يصلح لاي مدرب. انما طارق من خلال معرفتي بيه، سواء اشتغل معايا 7 8 سنين، عمر طويل جدا في كذا نادي، واخرها طبعا في نادي اهلي بنغازي. طارق من المدربين المميزين جدا، مدرب كويس قوي. وانا شفت طبعا على الطبيعه التيم بتاعه بيشتغل ازاي في الملعب وبره الملعب. فالحقيقه طارق عنده امكانيات فنيه كبيره جدا. تمام. لو ايوه توفر الجو الصحي اللي هو عايزه. مش موجود.
اهو مش موجود، اهو مش موجود. لا ممكن يكون موجود. ليه مش عايزين موجود. نقاطع يا عم، يعني مش عايزين نقاطع. انت قلت خالد اسمع دسم. كلامي، مش موجود. انت قلت خالد دسم. ما هو من الأول. خالد دسم. لا فين اللي خالد دسم ده؟ ما هو ما فيش حاجه، ما فيش دسم خالص. لا في دسم. ده زيرو دسم. لا في الجو دسم. زيرو دسم. لا بص انا والله انا ناشفه. بص طارق من المدربين زي ما قلت لك الكويسين اللي ممكن يعمل فارق مع اي نادي بيشتغل فيه، بشرط ان هو يتوفر جزء من اللي هو عايزه. ما فيش. لا في يا اخي ان شاء الله. انت ليه متشائم كده شويه؟ احنا بدايه الموسم، بدايه سنه يا ابن الناس. والله اللي انا شايفه ده لا ان يعني شاء الله. هو طبعا ده ما فيش تلج يا كابتن. بص هو انا مشفق عليه. او اي حد هيمسك، مش طارق بس، اي حد هيمسك الفتره دي بالتاكيد طبعا هي فتره صعبه جدا، محتاجه عصا سحريه علشان تصحح الامور بشكل كبير. لكن انا يمكن قريت للكابتن حسين لبيب على بيان طالع من نادي الزمالك ان هم فكوا قيد او هيفكوا قيد. الله اكبر. ده ايه ده واحنا نايمين ده لا ولا ايه؟ انا قريت كده، قريت. حد قرا يا جماعه تاني؟ انا قريتها. كنت بتحلم على الفيسبوك؟ لا والله بتحلم. لا والله احلم يا ابني. لا والله قريت كده قال لك ان احنا دفعنا فلوس. اسمع بس اسمع. ولا ده قديم ولا ايه؟ مش فاهم. ما انا بقول لك كنت انت نايم بس مش واخد بالك. لا قديم، ممكن يكون قديم. لا انت كنت نايم مش واخد بالك. المهم يعني هو بص هيتفك بالظبط. بس انا ما اعرفش بيعملوا يعني بيعملوا في الجماهير كده ليه؟ يعني مش عارف. هل ده صبر مثلا؟ هو الصبر حلو بس يعني مش في الحاجات دي. يعني مش في الحاجات دي حاجات بتمس شعبية نادي الزمالك واسم نادي الزمالك. هل اسم نادي الزمالك وشعبية نادي الزمالك مش محطوطة كده؟ مش في الأولويات موجودة؟ إن أنا اسم نادي الزمالك كل شوية إيقاف كده إيقاف كده إيقاف كده إيقاف كده. عذرناكم في الأول، والله عذرناكم وقلت إن أنتوا بتسددوا فاتورة قبل كده، لكن دلوقتي كل الفواتير بتاعتكم كلها بتاعتكم، كل الفواتير بتاعتكم. كنت معاكم وقلت لكم لا ده قديم قديم قديم. كل الفواتير دي جديده ما عدا ساسي، ما عدا فرجاني ساسي، انما الباقي كله جديد. كما كنت التمام واحد، الوعود واحده، التنفيذ واحد، كل حاجه زي الفل. نتمنى ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه مهيب ان الناس تلاقي حل للمشكلات دي. مشكلات كتيره جدا وانت بتتكلم. انا متابعك مثلا الحلقات اللي فاتت وانت عمال تتكلم. لا الامور صعبه جدا داخل نادي الزمالك. سيبك من التلج والكلام ده، لا انت بتتكلم في حاجات اساسيات لازم تتحل، لازم يوجد حل. وانا شايف ان العقول اللي موجوده في نادي الزمالك يا مهيب رجال اعمال كلهم. يا جماعه احنا رجال اعمال، معانا رجال اعمال، يعني رجال اعمال ناجحين في شغلهم الخاص. فما اعتقدش ان في واحد فيهم ما عندوش رؤيه، ما عندوش فكر يقدر يشتغل بيه. فاتمنى ان الناس دي تمخمخ بقى نفسها شويه الفتره اللي جايه عشان تلاقي حلول للزمالك. وانا قلت ان عصب كره القدم قبل كده تعمل عندك هنا تعمل ايه؟ تمخمخ كده وتطلع لنا طرق للفلوس، تجيب فلوس بالمخمخه يعني. ايوه ما هو نادي الزمالك اسم كبير براند يا ابن الناس. كابتن عارف مشكله نادي الزمالك براند. يا كابتن. ايوه بالمخمخه. لا ما انا بقول لك يعني تفكر تلاقي طرق، موارد ماديه، تدير موارد ماديه في 100 طريقه يا مهيب، في 100 طريقه. بس مين اللي معاه القرار؟ طالبت انا برموز نادي الزمالك ان هم يشوفوا حل. الرموز اللي هم مين؟ اللعيبه المحبين لنادي الزمالك يروحوا نادي الزمالك يخبطوا كده ويقعدوا ويقولوا في ايه اللي بيحصل؟ ايه الحلول؟ احنا ازاي وصلنا لكده؟ وهنوصل لايه بعد كده؟ اعتقد اي رمز من رموز نادي الزمالك لو وجه له الدعوه هيروح. احنا وجهت الدعوه مع لا ما هي دي مش توجيه دعوه. ايوه ما هو ده اقتحام. ماشي اقتحام برضه خلي بالك انت اقتحام يعني جميل يعني على البيت او يعني البيت يدعوك. ايوه لا ما هو انت خبط بقى. ده وقت ان انت تخبط. انا معاك مش الدعوه. يا ريت وقت ان انت اللي تخبط مش هم. يا ريت هم الله يكون في عونهم. احنا مستعدين نخبط ومستعدين نعمل اي حاجه. ساعدوا بقى نادي الزمالك انت بقى بص يعني معلش في ناس بتتكلم كتير. انا معاك. الزمالك زمالك الزمالك مشكلته مهيب. الزمالك مشكلته لو ايه ناس يعني ما شاء الله مقتدره والزمالك على اللعيبه مفيش بتتابع الرموز اللعيبه القدامى ولا الناس اللي معاها فلوس؟ اللي معاه فلوس بس ما يعني دي امور ماديه كلها. لازم كل محبي نادي الزمالك يقفوا
مع بعض في سبيل اخراج نادي الزمالك من هذا النفق المظلم. يلا نستقبل ال8 جيجا عشان يقول لنا حصاد الموسم. اتفضل يا خالد.